وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أصل الأشياء. اليوم راح نتحدث عن الأرجيلة، وتسمى أيضا بالنرجيلة أو الشيشة، وهي أداة تدخين تعتمد على تمرير الدخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل أنه يستنشقها المدخن. كانت قاعدتها بالأصل من جوز الهند، ثم اتخذت من الزجاج ومن البلاستيك أيضا. طبعا كلمة شيشة هي كلمة أعجمية تجي بمعنى زجاج أو قزاز بالعامية، وأصبحت هذه التسمية شائعة بمصر وغيرها من البلدان. طبعا كما تسمى النرجيلة عند الهنود بالحقة، وهي كلمة عربية الأصل. أما عند الفرس فيعرف بالقاليون أو الغليون. أول من ابتكره هو طبيب هندي اسمه حكيم عبد الفتاح بالفترة المغولية. طبعا اعتبر أنه هذه الطريقة هي طريقة جديدة وغير ضارة لتدخين الحشيشة. وذكر الشاعر بطرس كرامة المتوفي عام 1851 عن أصل الأرجيلة أنه الأرجيلة ويقال لها النرجيلة هي كالنار جيل، وهي جوز هند أفرغت من لبنها ومن لبها أيضا، وتم اتخاذها كآلة للتدخين بأنه نثقب لها ثقبين، واحد من الرأس تجهز إلى مدخنة ويحمل فوقها التنباك أو التبغ الفارسي وجمرة النار. أما الثقب الآخر فهو يكون بالجانب ويتم إدخال قصبة فيه لامتصاص الدخان، ويجعل بالجوزة مي حتى يمر من خلال الدخان ويترطب قبل أن يبلغ فم المدخن. طبعا بهالحالة راح نسمع للماء قرقرة لتخلل الهواء داخل الجوزة لما يمتص شارب الدخان. طبعا المحدثون بالموضوع تفننوا بتزويق النرجيلة وأدواتها، لا سيما المدخنة اللي تعرف بالقلب، فتفننوا بصناعتها، خصوصا أهل الإستانة اتخذوها من النحاس الأصفر ومن النحاس المموه بالفضة، وربما جعل الأغنياء من الفضة الخالصة جعلوا هذه المدخنة. طبعا الدمشقيون اشتهروا بصنع القلوب من الخشب المشمش، وهم يرصعون بعروق اللؤلؤ والأسلاك المعدنية. أما بوقتنا الحاضر عادة ما توضع قطعة بلاستيكية صغيرة على فوهة خرطوم النرجيلة ويوضع عليها المدخن شفتيه، وتستبدل كل مرة لأسباب صحية ويسموها بالمبسم. طبعا ذكرت النرجيلة بالأدب وتغنى بها بعض الشعراء، فقال الأديب والمؤرخ اللبناني بطرس البستاني: يا حسنها نرجيلة راقت لنا لذاتها، لعب الهوى بفؤادها فتصاعدت نغماتها. كما ألف الشاعر معتصم بن محمد قصيدة حب في النرجيلة، قال بمطلعها: أغنم زمانك فإنه لم يدم إلا ثوانية، والمعسل إن لم يكن فما للدنيا من معانية. الشيشة هي صاحبي في حلي وترحالي، إن غابت غاب عقلي وقلبي وروحي. طبعا هنا خلينا نذكر الأضرار الصحية اللي تسببها النرجيلة. فحسب تقرير منظمة الصحة العالمي أنه دخان الغليون المائي اللي هو الأرجيلة سام، وتكشف التحاليل بأنه الدخان يحتوي على عدد من المواد المسرطنة والسامة. كما تشير البيانات إلى أنه تدخينه يسبب الإدمان. أما الآثار البيئية ففي عام 2015 قدمت الصومال تقرير رسمي للأمم المتحدة قالت به بأنه 19 غابات البلاد اختفت خلال العقود الماضية. وحسب التقارير فإنه السبب الرئيسي لاضمحلال غابات الصومال هو قطع الأشجار لصنع فحم يلبي طلبات السعودية ودول الخليج لتدخين الأرجيلة. إلى اللقاء.